السلام عليكم. وصفة النهاردة بقى وصفة كده من وصفات المزاج العالي والروقان، يعني ما تعمليهاش كده لما تبقى الغزالة رايقة عشان تطلع قمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكابوريا. هقولك ازاي تشتريها وازاي تنقيها عشان تطلع معاكي تحفة وتطلع احلى شوية كابوريا معاكي. النهاردة بقى انا جبت الكابوريا وغسلتها كويس جدا وصفيتها. اهم حاجة هتنقعيها في مية شوية عشان تتخلصي من الرمل اللي فيها، وهتغسليها وهتصفيها. وانت بتشتري الكابوريا بقى لازم الجزء ده يكون عريض كده، ما تشتريش الكابوريا اللي يكون الجزء اللي انا ماسكاه ده مدبب ورفيع. ومش لازم يكون حجمها كبير على فكرة، ممكن تكون صغيرة، بس اهم حاجة يكون وزنها تقيل في ايديكي. يعني هتشيلي الكابوريا كده هتلاقي وزنها تقيل، يبقى ديت الكابوريا تمام. ما تجيبيش الكابوريا الخفيفة عشان ما يبقاش فيها اي لحم خالص. يلا كده على النار هنسوي احلى شوية كابوريا تطلع كده تحفة. هنعملها كده بمزاج بقى للناس كده اللي بتحب كده القزقزه كده والتسالي جنب الاكل. هنعمل شويه كابوريا خطيره. انا استخدمت هنا سمنه بلدي، تقدري تستخدمي سمنه نباتي عادي خالص. انا عندي هنا بصله كبيره مفرومه ناعم. البصله هتفرميها ناعم وهتنزلي عليها، هتنزلي على السمنه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتشوحي البصله كده، هتديها تتبيله. انا مش عايزه البصله تحمر، هنتبل بس كده البصله مع السمنه. وهننزل بقى بالكابوريا بتاعتنا. الكابوريا انا بنزل بيها كده واحده واحده، مش بنزل بالكميه كلها. انا عايزه الكابوريا كلها، الكابوريا الحله سخنه ما تبردش الحله وانا شغاله، فانا هنزل بيها واحده واحده بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول بقى ما الكابوريا تحسي ان لونها كده بدأ يغير وتاخد اللون الاورنج القمر اللي انت شايفاه ده، تقليبه كده بسيطه. انا بعمل بالمعلقه، بس ما انصحكوش طبعا ان انتوا تعملوا بالمعلقه عشان بتتكسر. عندي بقى هنا قرن فلفل كده احمر حامي كده تمام. هيخلي الشوربه بتاعتها جباره. اول ما الكابوريا بقى تاخد اللون كده وتلون، هتقلبيها كده بالحله. ما تقلبيش بالمعلقه علشان ما تتكسرش، وما تقلبيهاش كتير. يعني هتشيل الحله كده وهتقلبيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنسيبها على النار بقى لحد كده ما لونها تاخد اللون الاورنج كلها، وهننزل عليها بطماطميتين كده مبشورين. ونقلب بقى كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين اللون اتغير وخدت اللون الاورنج القمر اللي انت شايفاه. هنتبلها بقى دلوقتي بملح وفلفل اسود وكمون. الكابوريا مش بتحط لها توابل اكتر من كده. وعندي بقى هنا ميه مغليه هنزل عليها على الكابوريا، ومش هغطي الكابوريا بالميه. يعني ما تكتريش الميه على الكابوريا عشان تاخدي احلى واطعم شويه شوربه. وهنسيبها بقى تغلي. الكابوريا مش بتاخد وقت خالص على النار، يعني من 5 ل8 دقايق كده، ما تزوديش عن كده علشان اللحم بتاعها ما يأستكش. يعني بتعاملي معاها معامله الجمبري. وكده الكابوريا بتاعتي بقت تمام، وغرفتها في الطبق. وشايفين الشوربه بتاعتها التحفه. لو انتي حابه الشوربه بقى تكون ناعمه خالص، هتضربيها كده في الخلاط. انا ما ضربتهاش بصراحه، انا غرفتها كده زي ما هي، لان بحب فيها قطع البصل وقطع الطماطم تكون زهره ولونها حلو قوي. هفتح كده بقى معاكم كابوريايه هنشوفها من جوه. شايفين ما شاء الله الكابوريا تحفه. شايفين البطروخ بتاعها حاجه كده جباره. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وانتظروني في فيديوهات تانية كتيره، وباي باي.